والله العظيم مش لاقي كلام اقوله، ولا لاقي دخله اقولها، ولا محضر سكريبت، ولا محضر اي حاجه. اقسم بالله هنهبط، والله هنهبط يا جدعان. سيبك من اللي عمله الاهلي عن جيله، بس خلينا في ليفربول. ايه ده؟ احنا بنخسر من نوتنجهام فورست، اللي المركز ال 19 في الدوري، اللي اتداس عليها من طوب الارض، اللي غيرت حوالي 3 مدربين في حوالي 12 ماتش. واحنا عمالين، احنا بنقدم عته. احنا لاعبين 12 جوله، خسرانين منهم 7 جولات تقريبا او 6 جولات، وما كسبناش غير 4 جولات وبنقدم. انا حد يطلع من اداره ليفربول كده يفهمنا، يقول لنا احنا مدين الثقه للمدرب ده علشان عنده كذا 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 بيقدمه. ما اصل احنا مش شايفين حاجه بتتقدم. انا مش هنفذ نفسي، مش هعصب نفسي. توقف دولي ليه جالنا؟ انا يعني التوقف الدولي جالنا ليه؟ ما كنا عايشين زي الفل وكنا مرضيين والدنيا كانت جميله. ليه توقف دولي يجي لنا؟ نوتنجهام فورست، نوتنجهام فورست، يا لهوي يا جدعان. احنا في المركز ال 11 والجوله لسه ما خلصتش. في ناس لسه لو كسبت الماتش تطلع فوقينا. مانشستر يونايتد بقت فوقينا. مانشستر يونايتد لو كسبت النهارده تبقى حوالي تقريبا 21 نقطه، واحنا 18 نقطه. يعني مانشستر يونايتد اللي كان بيقدم عته من اول الموسم وكلنا واخدينه سف وتريقه على اموريم، بقى فوقينا يا باشا. ولو كسب النهارده الجوله وهيكسب، هيلاعب برايتون تقريبا، هيلاعب ايفرتون. ف... فمفيش حاجه تتقال، مش حاجه، ولا في حاجه بتتقدم دفاعيا ولا هجوميا ولا تكتيكيا ولا اي حاجه. يعني مدرب ملهوش اي ستين لازمه في الحياه، واقف سباك. سباك. حد يطلع من الوقت يفهمنا كميه الثقه اللي انتم مدينها الراجل ده يا جدعان ده. وربنا دي نصبايا، دي نصبايا للتاريخ. اقسم بالله الراجل ده نصاب. يعني عشان جاب لنا الدوري السنه اللي فاتت، وعلشان واخد فرقه جاهزه من كلوب. هي فرقه كانت فرقه جاهزه، كلوب مديله فرقه جاهزه يا باشا. وكله نسى ان انت كل الناس اللي كانت بتنافس معاك على الدوري، سواء ارسنال، السيتي، كله كان واقع السنه اللي فاتت، وانت استغليت الفرصه دي وخدت الدوري، واخده على قفا صلاح. يعني انت واخد الدوري علشان صلاح كان فورمه. طب صلاح ما بقاش فورمه، بقينا بنقدم عته زي ما انت شايفين. انت بتتكلم ان ليفربول السنه اللي فاتت 70% من الاهداف بتاعتها محمد صلاح مساهم ب 70%. تخيل واحد شايل فرقه كامله. يعني احنا بعد باريس، من بعد ماتش باريس على عموما، صلاح فورمته قلت، واحنا بقينا في الدوري برضو بقينا بالحروق، بنعدي بالحروق من بعد ماتش باريس. ف ما فيش حاجه تتقال. انت مفكر ان كان في ماتش وان احنا بقى يعني كنا جامدين بقى 3 0؟ انت متخيل؟ انتوا 3 0، 3 يا ابن المفتريه، يا ابن المفتريه. نوتنجهام فورست وفي الانفيلد. ده ما فيهاش جحيم انفيلد بقى. جحيم انفيلد ايه؟ جحيم انفيلد ايه؟ ربنا ياخدك يا سلوت، ربنا ياخدك. بقيت بصحى وانام احلم بسلوت. حاجه حاجه بكميه العتا. فيعني انزل بقى اعمل لنا لايك واعمل لنا سبسكرايب، ما تنساش طبعا تصلي على النبي. وهتلاقي السوشيال ميديا بتاعتي كلها، انت اعمل لي فولو على التيك توك والانستا، واعمل لنا لايك بقى وسبسكرايب. ويلا بينا، ليتس جو. طبعا انت مستنيني اقول لك بقى ايه الخطه بقى وبتاع. ماشي. اليسون وعوده اليسون، اللي فاهم انت اليسون، برغم ان دخل فيه 3 اهداف هو صادق، خلي بالك يعني ده شايل برضه. يعني ما تفكرش انه دخل فيه 3 اهداف وما جاتلوش حاجه تانيه. هو شايل. تمام. قدامه كوناتيه وفان دايك. كوناتيه، والله العظيم ضحك، ضحك. كوناتيه ده يعني هو ضحك، بس ده هنقف عليه نضحك. لا انت بنلعب من غير باك يمين طبعا، فكنا بنلعب سوبر سلاي. تعالى بقى نوتي سوبر سلاي، سيبك من الخطه دلوقتي. سوبر سلاي، سوبر سلاي احسن لاعب في الموسم بتاع ليفربول، من احسن لعيبه الوسط في العالم حاليا. يعني انت بتموته عشان بتموته خالص تلعبه باك يمين. هو مين قال لك انه بيلعب باك يمين؟ يعني انت جونز ده ملوش اي ستين لازمه في الحياه. جونز ده يعني ايه الشامبو اللي بنجيبوه؟ يعني موت، حط وقف الجبهه دي وموت امه خلاص، ما انت مش مستفيد منه. يعني جونز ما بيعملش حاجه ده. كورتس جونز ده الله حكايته، والله الله حكايته. سلوت التاني ما بيعملش اي حاجه يا جدعان. فانت موتت سوبو سلاي اللي بينقل لك الفرقه هجوميا ومديك شكل في نص الملعب. موتته وخليته باك يمين. يا راجل يا راجل يا مفتري يا عم، ده الف ب يعني. ده حاجات مش تكتيكيه يعني. فلعب سوبو سلاي باك يمين. تمام. طبعا الباك شمال كيركيز. يعني مش عارف اقول على كركيز ده. والله ضحك برضه، يعني ضحك شبه كوناتي. سيبك من كركيز. تمام. ده انا هجي لك على شويه حاجات في الخطه. ماشي. جرافنبرغ
وماكاليستر وكورتس جونز. كورتس جونز هو بس، كورتس جونز ده صفر زيرو. محمد صلاح، وتخيل بقى يعني احنا خسرانين 3 النهارده، ومن احسن ماتشات صلاح النهارده. تخيل، تخيل اصلا محمد صلاح كان عامل شوط اول جامد قوي عشان تبقوا فاهمين، وصنع حوالي 3 فرص تحدي يعني تتجاب، يعني 3 فرص يتجابوا، فاهم؟ محمد صلاح كان عامل شوط اول جامد على فكره. روح بقى خوده جاكبو وايزاك. انا هاجي لك هحكي حاجه في الخطه كده، معلش معلش، خد مني. اول حاجه، ايزاك بيعمل ايه في الخطه اساسي؟ يعني الكتيكي جاي من توقف دولي، مبدع مع فرنسا، مفنش معاك ماتش كويس قدام السيتي، ولما طلعته بقى حالنا زي الخرا. تمام. فهو يعني ايزاك بيعمل ايه في الخطه؟ على بناء على ايه خليك ايزاك يلعب اساسي؟ انا مش فاهم النقطه دي. الكتيكي كان راجل عامل انسجام بينه وبين كيليان مبابي، وراجل ماشي حلو في التوقف الدولي. لازم يعني انت لازم تموت الناس كلها، يعني ما تسيبش حد كده. حرام عليك يا عم، والله العظيم احنا بنتعالج يا عم. ده اول حاجه في الخطه. تاني حاجه، كركيز. انت كنت بتلعب بروبرتسون والراجل كان ماشي كويس معاه يا راجل. ده المخرج بتاع الماتش جاب الكاميرا على روبرتسون 3000 مره يا راجل. يعني انت كله بيفهم الا انت. يعني انا مش فاهم برضو يعني، كلنا ما بنفهمش الا انت بس اللي بتفهم. دي تاني حاجه في الخطه. تمام. تالت حاجه، ماشي يا عم، برادلي مصاب وفريم بينجو مصاب، ماشي انا معاك، انا معاك، واخدك على قد عقلك. ماشي. سوبوسلاي تموته ليه؟ يلعب باك يمين، ما استفدتش منه باي حاجه. يعني سوبوسلاي لما تلعبه باك يمين انت ما استفدش. يعني جبهته مفتوحه تمام، ولا قدر يفيدك هجوميا، ولا قدر يفيدك دفاعيا، ولا قدر يفيدك اي حاجه، اي حاجه في الدنيا. فانت بتموته ليه؟ يعني انت موتت سوبوسلاي. وكورتيس جونز ده يعني احنا بنلعب ناقص واحد، يعني احنا 11 لا بنلعب 10، يعني بنلعب ناقص واحد. كورتيس جونز هو مفكر نفسه فاهم رونالدينيو زمانه، وبيعمل حاجات يا جماعه ضحك والله. ده ايه ده اللي بيعمله ده؟ عايز يعدي ومش عارف. والله العظيم وربنا راح في داهيه كورتيس جونز ده. ده سيبك من كورتيس جونز. تمام. احنا كنا بادئين الى حد ما بدايه حلوه، بدايه كويس. مش هقول لك يعني بدايه فاهم بوم، لا، كانت بدايه كويس. بس انت عندك حاجه في الثلث الاخير، يعني انت بتوصل بس مفيش حلول نهائيا، مفيش حلول. وكل يعني حلول فرديه محمد صلاح ياخد الاول والثاني، حلول فرديه مفيش جمله بتتعمل، مفيش تكتيك في الملعب، ما فيش حاجه خالص. يعني انا مش عارف الراجل ده بيعمل ايه، كان بيعمل ايه في التوقف الدولي. انا قلت يعني، قلت ليفربول ممكن بعد التوقف هيجي فاهم ماتش نوتنجهام فورست، ماتش سهل، فرقه 19 في الدوري، ماتش هتفوق عليه. ده هم اللي فاقوا علينا والله العظيم. وانفيلد ايه؟ اقسم بالله ليفربول بتفقد شخصيتها، يعني بتفقد ايه، هي فقدتها خالص اساسا. يعني الانفيلد ده كان بيتهزلوا شنبات. والله كلوب ده كان من كتر الضغط اللي بيعمله على الفرقه ما كانش بتاع يعني اي فرقه يعني مش قادر اوصف لك. كلوب كان كميه الجمدان اللي كان بيعمله. يا عم ارجع، يا عم ارجع يا عم. انا ما عنديش مانع اخسر الدوري مرتين بنقطه، ما عنديش اخسر دوري ابطال نهائي، ما عنديش مانع، بس ارجع. كنت بتفرج على كوره، كنت بتفرج على ليفربول يا جدعان. دلوقتي ما فيش ليفربول، ما فيش اي حاجه. فاول ربع ساعه يا عم لحد قبل الجون احنا كنا بنلعب، بس عندنا مشكله في الثلث الاخير. ما فيش حلول. انت ما فيش حلول هجوميه عندك. جاك بو على الله حكايته. ايزاك حتى ما ايزاك مش عايز اظلمه برضه، لان مفيش حاجه بتوصل له. يعني هي مفيش حاجه بتوصل له عشان اظلمه، هو بيضيع مثلا يعني، لكن هي مفيش حاجه بتوصل له، بس برضه في حاجات غريبه كده بتحصل منه. سيبك من ايزاك. محمد صلاح هو الوحيد اللي كان تقريبا بيعمل حاجه في الشوط الاول، علشان الجول الاول ده يا جدعان. هو ايه التحكيم؟ موضوع التحكيم في انجلترا ده بقى ايه موضوع؟ انا مش فاهم يعني. هو مش الكره دي نفس الكره بتاعه جون فان دايك في السيتي وبتاعه روبرتسون؟ ده يمكن دي اسوأ. ده يمكن اللاعب كان مزاول اليسون بيكر كان واقف قدامه. ماشي يا عم، مش هتكلم على التحكيم، ما احنا خسرانين 3، شيل الجون ده هيبقى 2، فخسرانين 2-0 يعني. مش حوار. مش حوار. ما اسيبك من التحكيم ماشي. احنا بقى كل هجمه اقسم بالله انا قاعد بتفرج على الماتش، كل هجمه بتحصل على ليفربول انا ببقى قاضي زي عشان عارف انها هتيجي جول. يعني انت شوف نوتنجهام راحت خمس هجمات جابت منها 3، وجابت واحد اوفسايد. فلا لا لا لا, لا، دفاع مخالف، واستحاله استحاله نكمل السيزون ده بالدفاع ده. استحاله استحاله. وبص، يعني خد مناعه بقى وانت قاعد تتفرج على ماتش ليفربول. اقعد
وانت عندك برود اعصاب علشان ارن سلوت مكمل معانا شويه. الاداره مش هتمشيه خلاص، يعني الاداره مش هتمشيه. ده من كتر يا اخي الجماهير من الدقيقه 80 اخذت بعضها ومشي خلاص، اصلا ما فيش. فانا مش عارف اداره ليفربول يا جدعان. فانت تعود بقى، اتعود علشان اداره ليفربول بتقول لك مش هتمشيه. وانا قعدت اتفرجت على التصريحات، لان الحلقه دي بتتصور لك اصلا بعدها بيوم، وتصريحاته مش شبه كل مره. طلع قال انا السبب في ان الفرقه تبقى كده، وقعد يقول كده شويه حاجات، ما طلعش لعيب مسرح يعني. تمام. وطبعا ما يهداش بقى، لا 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 لازم بقى يقول لك كان عندي غيابات. غيابات ايه؟ باك يمين برادلي اللي كان عايزنا المعجزه. ما انا مش فاهم برضو يعني هو غيابات ايه؟ برادلي انت كل الفرقه جاهزه ما عدا برادلي فريمبونج. ها، برادلي فريمبونج هم اللي كانوا هيصنعوا المعجزه في ليفربول؟ يعني انا مش فاهم. قول لي غيابات تانية. اليسون ورجع، ايزاك ورجع وموجود، ايكيتيكي جاهز، فيرتز ما هو فيرتز برضه ما بيعملش، ما فيش حد بيعمل حاجه. وبعدين في حاجه يعني، في حاجه، هو استحاله تلاقي في فرقه 11 لعيب يبقوا وحشين. لازم لعيب او اتنين يبقوا ماسكين فورم. احنا ال 11 لعيب ما بيعملوش حاجه. حتى سوبوسلاي انت موتته النهارده، ما انا اقول لك على سوبوسلاي. فاستحاله تلاقي فرقه 11 لعيب يعني ما بيعملوش حاجه يا جدعان. يعني ما هو صعب برضه، ما بالعقل 11 لعيب ما بيعملوش حاجه ازاي بقى؟ اقنعني، اقنعني. فالعيب مدرب، هو عيب مدرب. انا اعمل تقييمات اللعيبه. اليسون بيكر انا بشوفهم مش عارف والله بشوفهم خمسه، خمسه. كوناتي الضحك كوناتي. اقول لك على حاجه والله. روح ريال مدريد واحنا هنديهم فلوس، يعني فاهم؟ انت روح ريال مدريد واحنا هنديهم فلوس يعني. عادي، انا مش فارقه معايا. يعني قاعد زي ماشي، زي ما فيش، زي قاعد عداء، ما فيش خالص يعني. كوناتي صفر. فان دايك ثلاثه. احنا بقينا يعني احنا عندنا كام لعيب؟ يعني عندنا جاكبو حاجه 100 190 100 حاجه و90 متر. ايزاك نفس الكلام، كيتيكي نفس الكلام، فان دايك وكوناتي نفس الكلام. فاحنا بقينا بنلعب بقى ايه؟ فان دايك يمسك الكرة شلوه على يلا كرة عرضية. هو ده اللي بنعمله في الملعب والله العظيم. تعالى يا عم كركيز صفر. سوبوسلاي والله يعني الراجل ده تقييماته ما بتقلش عن السبعه. يعني الراجل ده تقييماته احسن لاعب في ليفربول حاليا من اول السيزون يا جماعه. سوبوسلاي احسن لاعب في ليفربول بعد الصفقات اللي عملناها. طب انتوا ليه تعشمونا؟ ليه تعشمونا وتروحوا تجيبوا صفقات و500 مليون ومش عارفه ايه بقى، والتشامبيونز ليج انت مرشح ليها اول من اول الموسم، وبريميوم ليج؟ ليه العشم ده كله يا جدعان؟ ما احنا كنا عايشين وراضيين استغفر الله العظيم. سوبوسلاي يا عم 6 من 10. ماكاليستر صفر. جرافنبرخ ولا طلع بالكوره ولا تغطيه ولا اي حاجه يعني. يعني حتى جرافنبرخ اللي كنا بنقول احسن سته في العالم ما بشوفوش في الملعب، ما سمعتش اسمه اساسا. صفر جرافنبرخ. آه كورتيس جونز، كورتيس جونز العسليه بتاعتنا، ولا سالب اتنين. يلا 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 بقى، كفرتني بقى وكرهتني في الكوره. امشي يا عم شوف انت رايح فين. انا مش عارف كورتيس جونز ده بيعمل ايه في ليفربول، انا بلعب احسن منه اساسا. محمد صلاح والله 8 من 10، والله ما مجادله. بس احسن ماتش شفت محمد صلاح من بدايه الموسم يا جدعان. محمد صلاح الشوط الاول شوف كان بيعمل ايه. وده جاكبو صفر، ايزاك صفر، ما عملش اي حاجه ايزاك يعني. ايزاك ده ما عمل ولا اي حاجه. هتيجي امتى يا اسطى؟ فهمني يعني، انت هتيجي امتى مع ارني سلوت؟ ده خارج التقييم. ده العبقري، ده الجينيوس بتاعنا، ده خارج التقييم يا باشا، ده ما يتقيمش. ده بلاله ولا ايه؟ ده جايب الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. ده اول سنه ليه وجاب الدوري الانجليزي، وانت عايز تتكلم معاه؟ يعني هيهبط بينا والله، والله هنهبط. بتاع ماتش الاهلي يعني اللي فاهم روق علينا. اهلي مانو جوزيه ده ولا اهلي ايه يا جدعان؟ ولا احسن لقطه شفتها هي امام عاشور. امام عاشور وعوده الساحر امام عاشور يا جدعان. الراجل ده الكره في رجله حاجه مش طبيعيه. امام عاشور احسن لاعب في مصر اقسم بالله، واحسن لاعب في افريقيا. حاجه مش طبيعيه امام عاشور يا جدعان. الاهلي كميه الضغط اللي كان بيعمله النهارده يا جدعان. يا جدعان ما احنا اهو عندنا اهو. ما فيش ليه بقى ما بنشوفش الحاجات دي من زمان ليه؟ يعني انت عندك لعيبه. سيبك من الشناوي. الشناوي ده جاي لك انا جاي لك. ماشي ماشي. الضغط اللي كان بيعمله النادي الاهلي النهارده حاجه مش طبيعيه.
يعني يخرب بيت جمالك يا تروب، دوبتني في دلالك يا تروب، اعمل فيك ايه يا تروب؟ لا لا لا، تروب يا جدعان مدرب والله من اول ما جه وانا بقول عليه مدرب جامد، مش علشان هو بس، هو مدرب جامد. احنا بس عندنا مشكله في النادي الاهلي عموما، يعني خصوصا في النادي الاهلي، ان احنا عايزين اول ما المدرب يجي هو خبط لزق يعمل لك ماتش، اول ماتش لازم يبقى جامد يا جدعان. في تكتيكات وفي جملاء، لسه الراجل بيشوف الفرقه. فنهدى على الناس شويه. الراجل اهو بدا يديك اهو، واخد لك السوبر، وشفنا احسن ماتش للنادي الاهلي، ويمكن احسن شوط هو الشوط الاول. انا جاي لك في كل حاجه، وجاي لك ان يعني الشوط الثاني الفرقه قلت شويه بدل، وده الطبيعي. يعني انت مش هتفضل تضغط 90 دقيقة، ده صعب جدا، ومفيش فرقة في العالم تفضل ضغطة 90 دقيقة. تمام، لازم بقى تنزل تحت الكرة وتسيب الكرة وتلعب وبتاع. فانت استحالة تضغط 90 دقيقة. تمام. احنا شفنا النادي الاهلي في الشوط الاول، لا ضاغط وكان بيلعب كورة، اقسم بالله انا كنت متمتع. يعني النادي الاهلي فعلا كان ممتعنا. التشكيلة كان الشناوي احسن. الشناوي هتتكلم عليه ولا ايه؟ اه، كابتن الفريق وكابتن منتخب مصر الدولي الشناوي، كلب حقير. ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، كوكا، ومحمد هاني، اليو ديانج، مروان عطيه، وتريزيجيه، زيزو، محمد شريف، وبن شرقي، سيدي بن شرقي. والله العظيم ده، شفت الاسيست اللي عمله محمد شريف؟ شفت الجمال؟ شفت الراجل استلم ورمى الراجل في ظهره وجرى؟ يا جدعان، بن شرقي لما الغزاله بتبقى رايقه معاه، الراجل ده هو اصلا بيمتع، يعني يخرب بيت المهارات. وخصوصا ان النادي الاهلي دلوقتي بقى عندنا كميه حلول. يعني انت بقى مهاريا عندك بن شرقي، وعندك تريزيجيه، والشحات، ناس بتعدي من واحد على واحد. انت تصويب من بره ال 18، عندك امام عاشور، عندك مروان عطيه، عندك من رمضان بيعملها كويس. كور ثابته، عرضيات، عندك زيزو ما شاء الله في الكور الثابته. يعني انت بص، يعني انت العرضيه بتبقى واثق 100%، يا عم بلاش 100%، 99% انها تترفع صح. عايز حد بس يقطع على الكرة ويجيبها على طول. فانت بقى عندك كميه حلول. ناقصك مهاجم، فعلا احنا ناقصنا راس حربه. ناقصنا راس حربه وسيرد باك، لا محتاجين سنتر باك، ومحتاجين باك شمال وباك يمين. ما ماشي يعني، محمد هاني والله بيقدم مستوى كويس يعني، من بدايه السيزون هو بيقدم مستوى كويس. بس احنا عايزين باك يمين بقى، باك يمين فاهم بقى، بيزيد هجوميا بقى، وبيرفع اوفرات زي الناس، وبيعمل اسيستات، حاجه الشيبي كده يعني. اشمعنى الشيبي واحنا ما عندناش الشيبي ليه يعني؟ اشمعنى؟ فالنادي الاهلي دي التشكيله اللي بدأ بيها. تمام. فالنادي الاهلي الشوط الاول كان بيعمل ضغط، وبعدين الضغط اللي كان بيعمله النادي الاهلي ده مش متعب زي الضغط اللي كان بيعمله. ليه؟ لان الخطوط بقت بين اللعيبه قريبه. اللي هو ازاي؟ انت بقى عندك 8 7 لعيبه ضغط عند ال 18 بتاعت شبيبه القبائل. تمام. فهي ضغطه، الفرق ضغطه. فانت الكره لما بتتقطع منك، فانت في 7 لعيبه، فانت بتضغط، المسافه بتبقى صغيره، مسافه اللعيب بين اللعيب شبيبه القبائل ولعيبه النادي الاهلي بتبقى صغيره، والمسافات بين لعيبه النادي الاهلي قريبه. فانت لما بتضغط بلاعب او اتنين، فانت بتقطع الكره بتسترجعها، وهم كان من كتر الضغط عندهم غلطات وميس باص كتير. فانت الضغط اللي كنت تعمله ده يعني بدنيا ما كانش مؤثر زي مثلا ريبيرو. كان مثلا ده بيضغط في الشرق، وده بيضغط في الغرب وفي الشمال وفي بتاع. ده بيبقى ارهاق للعيبه. لكن لما انت بتقرب المسافات من بعض وبين اللعيبه، والضغط تبقى عند ال 18 بتاع الخصم. تمام. فانت الكره قريبه منك، منين ما بتتقطع فانت ضاغط على اللعيب. بس طبيعي بدنيا تقل. يعني الراجل تروب النهارده يعني قرا الماتش شكل كويس جدا، تغييراته جميله جدا. يعني تغييراته، انا مبسوط كمان من تغييرات حمزه عبد الكريم يا جدعان. حمزه انا اتفرجت له على ماتشين في كاس العالم. لا لا، مهاجم جامد جدا، اقسم بالله مهاجم جامد جدا. ومهاجم النادي الاهلي الراجل ده لو اخد كل ماتش 10 دقايق كده زي ما يستروب بيديله، لا اتفرج على الراجل ده. اتفرج يعني، هو حتى جسمه كده هو فاهم شكل مهاجم يعني. فاتفرج على حمزه عبد الكريم ده، ولو مش هتديله فرصه يا جماعه مشوه، خلي الراجل يحترف ونستفيد منه مثلا في منتخب مصر. فلو الراجل مش هتديله فرصه فمشوه بجد. هو وواحد برضو تاني اسمه ايه في النادي الاهلي كان في منتخب مصر بيلعب نص ملعب، مش فاكر ده يعني، بلال عطيه. ايوه. فالاثنين دول لو مش هتديهم فرصه مشوهم يعني،
مشوهم نستفيد منهم في المنتخب ويروحوا يحترفوا. شوف المغرب والحلويات اللي عاملاها المغرب. فالنادي الاهلي بدا الشوط الثاني قل بدنيا. تمام. انت بتتكلم الجون الثاني بتاع محمد شريف. شفت اللمسه بتاعت محمد شريف، هي دي اللي احنا جايبينه. يعني الراجل جسمه سبق رجله، يعني رجله كانت ورا، بن شرقي لعبها له خطفها خطفه. اللمسه بتاعته برده محمد شريف كويس، يعني مهاجم كويس، بس يمسك فورمه برده معانا. تمام. فالشوط الاول 2-0. تمام. وانت طالع مستريح. شوف، انا يعني يستروب بقالي يعني من امتى، من كولر، من اخر فترات كولر لحد النهارده ما شفتش مدرب يعني بيحتفل بالدرجه دي. يعني انت اصلا كسبان 1-0 وجبت الجون الثاني. فانت شفت الاحتفال بتاع يستروب على الخط يا جدعان. راجل مدرب بدله وجرافطه وراجل شيك وكاريزماتيك، يعني مدرب. تمام. خش على الشوط الثاني. طبعا الشناوي يقول لك انا مش هعديها كده وانا هسيبك بقى كده، انا لازم بقى ايه اعرب لك الماتش واخليكم تشوفوا على نفسكم. فمش هينفع بقى، مش هينفع اعدي الماتش كده. تمام. ويجي هو اصلا ياسر ابراهيم ما لمسهاش، هي لمست في كعب الشناوي ودخل الجول. بقى دي طلعت حارس منتخب مصر وبيلعب في النادي الاهلي؟ يا راجل يا طيب، يا راجل يا مؤمن. وعلى فكره بص انا مش هخش في نيته، بس الشناوي ما طلعش مصاب. الشناوي طلع علشان شكله كان زي الخرا والجماهير وبتاع فمسك رجله وطلع. لكن الشناوي وانا ما دخلتش في نيته، الله هو اعلم. بس انا وجهة نظري كده، يعني انت اصلا ما فيش حاجه حصلت عشان يتصاب يعني في رجله. فدي طلعت حارس منتخب مصر وحارس بيلعب في النادي الاهلي. انت شفت شوبير؟ المشكله حظ الشناوي الخرا ان شوبير لما نزل في ماتش كاب فيردي، تمام، صد ضربتين جزاء وما دخلش فيه جوان. تمام. ولما نزل في ماتش بلد القبائل فالنادي الاهلي الراجل جات له جول، فرصتين جول. تمام. الفرصه الاولى اللي شالها والفرصه اللي بره ال 18 اللي غيرت اتجاهها وصدها. يا جدعان شوبير يعني مش حارس مجتهد على قد ما هو موهوب. لا هو الراجل موهوب ما شاء الله. هتقول لي بقى ابن الوزه وابن البطه وابن الديك، بس اتكل انت على الله. فهو حارس موهوب، شوبير حارس موهوب، فاديله فرصه. ليه الراجل ده ما ياخدش الفرصه؟ أنا مش عارف اقسم بالله. يعني انا مش عارف هو ماسك زله على النادي الاهلي، ماسك زله على كابتن محمود الخطيب، ماسك زله في المنتخب. فانا مش عارف الشناوي ايه نظامه. ومشكله كلمت حد وقال لي يا عم ما الشناوي بدا، شوف بدا اساسي امتى وعنده كام سنه، عنده 32 ولا مش عارف، عنده 29. ما شوبير يبقى احنا عندنا كواليتي زي شوبير ونقعدوا دكه؟ ما تمشوا يا جدعان. الناس ديت اللي مشوهم يا جدعان. ما انت هتظلموا الراجل 25 سنه ولسه بنقول عليه الناشئ مصطفى شوبير اللي مش عارف الصاعد الواعد الفشيخ. ما خلاص بقى، يعني هيبقى صاعد واعد 25 سنه يا جدعان، هيبقى صاعد واعد امتى بقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دي الحال يعني في الكورة في مصر، يعني مش محتاجين. فشوبير لازم ياخد فرصته. الشناوي خلاص، الشناوي يقعد دكة. بعد كده لما تجيله الفرصة ويمسك فورمة ويثبت لنا فاقف يا عم. يعني انا عادي، اهم حاجه مصلحه النادي الاهلي والله. يعني انا ولا بمرهم لده ولا بطبل لده، هو اهم حاجه مصلحه النادي الاهلي مش اكتر. فبعد كده طبعا بيجي امام عاشور بينزل والعوده من جديد. وامام عاشور من احسن اللعيبه اللي تشوفه. يعني انا بتمتع كفايه انه بيلمس الكوره بس، يعني الكوره بتجيله، دي كفايه عندي، مش محتاج حاجه تاني. علشان الراجل بيجيب الجون الرابع وبيساهم. يعني اعتبره، يعني انا اعتبرته ساهم في الجون الثالث عادي. انا اعتبرته ساهم في الجون الثالث ما فيهاش حاجه. الجون الرابع ويجيبه وعينه ويعيط. وده التعيط مش عشان هو جاب جون، لا، علشان الراجل ده جه من بعيد، ربنا اداه فرصه تانية بعد ما الفيروس جاله وكان ممكن يخسر كل حاجه في حياته بسبب فيروس زي ده، وان اصلا كان خطير على فكره. فبيحمد ربنا طبعا وبيشكره على ان رجع تاني الملاعب ورجع تاني التهديف في اول ماتش ليه ينزلوا بعد غياب حوالي 90 يوم ولا قد ايه مش فاكر. ف امام عاشور من احسن اللعيبه في مصر، والراجل ده هيبقى مؤثر باذن الله في المنتخب في افريقيا باذن الله. امام عاشور هيبقى مؤثر بنسبه كبيره في بطوله افريقيا. امام عاشور لا استغناء عنه في نص الملعب في المنتخب ولا حتى في النادي الاهلي. الراجل ده لما يرجع ففي حد من الثلاثه لازم، حد من اثنين حتى مش من ثلاثه.
هيقعد يا تريزيجيه يا بن شرقي. تريزيجيه النهارده احسن لاعب في المباراه، احسن ماتش لتريزيجيه من ساعه ما جه مع النادي الاهلي. يمكن لسه عنده سنه الانانيه، بس انا برضو محتاج اسيستات، مش محتاج اجوان بس منك يا تريزيجيه، انا محتاج اسيستات برضو. بس تريزيجيه النهارده عامل ماتش جامد. قعد يحرج على الار2 لحد ما جابها. تمام. فتريزيجيه من احسن لعيبه الماتش، بن شرقي من احسن لعيبه الماتش. زيزو عمل اسيست بس ما كانش باين باللي هو برضو يعني ما كانش باين اللي هو فاهم حاجه بوم يعني. فبصراحه النادي الاهلي النهارده قدم لنا كوره ممتعه. قال لافريقيا كلها العو حضر، العو جه، احسن نادي في افريقيا جه، اللي واخد 12 بطوله افريقيا جه، خاف مني. فانت النهارده اصلا الجيش الملكي خسر ويانج افريكانز كسبت، فانت هتروح تلعب الجيش الملكي هناك، فالماتش هيبقى متعقرب. فكان لازم نكسب النهارده. انت النهارده بيراميدز بتكسب ثلاثه، فانت خلي بالك يعني. ودي حاجه تشرف على فكره، حاجه تشرف ان تلاقي بيراميدز وتلاقي النادي الاهلي، الاثنين فرقه مصريه. يعني البطوله بقى لها 4 سنين ما بتطلعش غير من، ما بتطلعش بره مصر، سواء النادي الاهلي وبعدها بيراميدز. ف دي حاجة تشرف طبعا مصر، ويبين لك الكرة المصرية دي ايه كويسة يعني في أفريقيا. مش عارف أبقى بقول ايه والله، كويسة ايه يعني. بس هي يعني الدوري المصري هو أجمد دوري على فكرة في أفريقيا عموما. يمكن الكورة في جنوب أفريقيا أحسن، يعني الكورة اللي بتتقدم في جنوب أفريقيا كويسة جدا. وسان داونز، أنا عن النقطة دي بس معلش تستحملني، من أحسن الفرق، يعني احسنهم. بتجيب صفقات من اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، صفقاتهم جميله جدا وبسعر قليل. ف يعني شوف السكاوتنج بتاعهم ايه، ونعمل ما نعملش زيهم ليه في النادي احنا النادي الاهلي عندنا صفقات الاجانب ديت دايما بتبقى مش كويسه يعني. بيبقى في عندنا مشكله زي ما انت شايف اشرف داري عامل ايه. جرادي شارك كان بدايته كويسه بس مش عارف برضو هبط. فربنا يستر. تعال نروح لتقييم اللعيبه. الشناوي صفر، لا تقييم للشناوي. تمام. ياسر ابراهيم، يعني الجون يسأل عنه 20% و80% يشيلها الشناوي. تمام. فياسر ابراهيم 3 من 10. ياسين مرعي كان هيتسبب لنا كده في جون بس ربنا سترها، 4 من 10. محمد هاني 6 من 10. كوكا 5 من 10. اليو ديانج 7 من 10. يتجدد له يا جدعان، يتجدد له خلاص. خلاص انت شوف الدكه بقت عندنا عامله ازاي. انت شوف مين نازل من على الدكه، امام عاشور ومحمد علي بن رمضان، الاثنين دول نازلين من على الدكه. تخيل، يعني انت تخيل يعني اثنين بالكواليتي ده نازلين من على الدكه. احنا دكتنا بقت جامده. مروان عطيه 8 من 10. بن شرقي 9 من 10. تريزيجيه 10 من 10. محمد شريف يمكن ما شفتوش في الماتش كله بس كان جون مهم جدا يرجعه نفسيا تاني ويأهله انه يبقى اساسي مع جراديشار والاثنين ينافسوا مع بعض. ف 6 من 10 محمد شريف. مين نزل من على الدكه؟ امام عاشور 10 من 10، يعني خارج التقييم يا باشا، بمرهم له، انا حر، انا حر يا عم، بمرهم له. شوبير 7 من 10 يا ابني، والله والله 7 من 10. شوبير شايل لك جونين، يعني نزل شايل لك جونين، وده حق، ده بيبقى عدل ربنا. والكرة بتكافئ المجتهد، وده راجل مجتهد وراجل موهوب، فاديله فرصة بقى، كفاية بقى. تمام. مين تاني نزل بس؟ فطالما طبعا وصلت معايا لاخر الفيديو، ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب علشان نكبر القناه دي باذن الله. وهننزل لكم بحلقات، حلقات تحديات جامده جدا لسه، بس بنظبط الافكار ونظبط الدنيا. فاعمل لنا بقى لايك وسبسكرايب. ما تنساش تقول لي رايك فمستوى ليفربول، مستوى الاهلي، يعني الاهلي يعني تنزل تشاركني في الكومنتات وتقييمات اللعيبه وبتاع. وسلام.